عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده انت في الريمونتادا. النهارده هنتكلم عن 5 نقط مهمين جدا هيرجعوا علاقتك ببرج الدلو بصفه عامه. لو كنتوا مرتبطين، لو كنتوا اصحاب، الولد من هنا والبنت من هنا، ولد وولد، بنت وبنت، ايا كان العلاقه ايه، تنفذ اللي هقوله لك في حلقه النهارده بالظبط. هترجع ترجع العلاقه تاني ليك، وترجع اي حد من برج الدلو يتكلم معاك. بس ما تنساش انت في قناتي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك، عن غيرك، عن البرج اللي انت مهتم بيه. دايما تطور من نفسك وتدي امل لنفسك ان اللي جاي احسن ان شاء الله، بتعبك وصبرك واجتهادك. وقبل اي شيء طبعا بربنا هو اللي ليه الحكمه ان يديك اللي انت عايزه في الوقت المناسب. اشترك الفيديو واشترك في القناه وعرفني بنفسك في الكومنتات. او نقطه معانا، لازم لما تيجي تتواصل معاه ما تتواصلش بشكل غير تقليدي. لازم تتواصل معاه كده، تتواصل معاه بشكل غير تقليدي، ما تتواصلش بشكل تقليدي، لان ده هيبقى مش في مصلحتك. ايه ده؟ هو ده اللي انا عايزه منك. الصدفه. ايه ده؟ هو انت بتقعد في نفس المكان؟ ايه ده انا فكرتك مشيت. تراقبه مثلا، عارف ان هو هيقعد مع الناس دي، تروح رايح اكن الحوار جه صدفه. بلاش بقى شغل التقليدي، انا عارف انت بتقعد هنا فانا هعمل هنا، او انا هعمل الحاجه دي لا، مش هيخيل عليك. مش ده. 2، لازم لما تيجي تتعامل مع البرج ده تكون غير اي حد تاني. يعني خليك دايما مستعد للتغيير والمرونه. يعني انا مش هتغير عشان خاطر حد، لا، خليك دايما مستعد لنفسك، بعد كده للشخص ده، لان هو بيميل للناس اللي هي بتتعب علشانه، عايزه تتغير، نفسها تغير من نفسها، نفسها تبقى حاجه حلوه. هو بطل الشتيمه عشان خاطر، بطل يهزر مع البنت دي علشان خاطر، هو عايز ده. وكمان تبقى مرن، عارف اللي بيزعله حتى لو ما كنتوش بتتكلموا، تمام؟ احفظ الكلام. 3، خليك دايما متاح للحوار، مفيش اي مشاكل انك تتحاور معاه، تتكلم معاه، قديم جديد، سياسة، اقتصاد، حب، عاطفة، قاعدين في قاعدة، بس تبين له ان انت متاح للحوار، انت متاحة للحوار. لازم يشم ده من حضرتك. ليه؟ ما هيشم على ظهر ايده كده اللي هو احنا هنرجع. ما هو انت لازم تعملي مجهود، ترمي البذرة كده وترمي كعب او ترمي كعب دي عشان هو يفهم، علشان يرجع يفكر فيك ولو بنسبة 1-2%. ودي نسبة حلوة ان هو يرجع يفكر فيك تاني. حلوة، لان النسبة دي بتعلى كده هو تدريجيا لما يلاقيك انت بتعمل الحاجات اللي بيضعف قصادها، الحاجات اللي بيتشد لها، الحاجات اللي هو عايزها. لان نادرا لما تلاقي حد كامل قصادك، ما بالك انت بتعمل حاجة اللي بيحبها وكنتوا بتكلموا بعض وانفصلتوا، هترجع على طول كده. 4، عشان ما نطولش عليكم حلقة النهاردة، كن مستعد وكن دايما مركز جدا انك تحل المشاكل بتاعته، وانك كمان تفكر معاه بطريقة ايجابية. هو هيقول لي مشاكله، مش هيقول لك، بس انت خليك مفتح، راقب اصحابه، راقبه بالطريقة، اعرض عليه. ايوه لازم تقدم تنازل، لازم. الف ب يا جماعه، البرج ده هوائي مش باكي على حاجه. اهتم بمشاكله واهتم بفكره وعايز يعمل ايه، هو ليه فكره ما كنتش موافق عليها ما بينك وما بينه لما كنتوا بتتكلموا او لما كنتوا بتقولوا على الفكره دي، اوكي نوافق، ما فيش مشكله. ليه لا؟ سواء وافقت او ما وافقتش هو مش معاك، طب ليه ما نوافقش؟ ليه ما ندهوش الفكر والفرصه؟ ليه ما بقالوش ان انا مهتم بمشاكلك؟ انا عايزك تبقى كويس حتى لو انت مش معايا او انت مش معايا. اهم نقطه، النقطه الخامسه، علشان ما ندورش عليكم، لا تضغط عليه بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. مش ده هيشمك بسرعه ويهرشك بسرعه، وكل اللي انت بتعمله ده هبل في الجبل، ولا كأن حاجه هتحصل، ولا هيضعف بنسبه 1%. فما تبوظش اللي انت هتعمله، ما تبوظيش اللي انت هتعمليه. ذكي ومش هتعرف تسلك معاه، مش هتعرفي تسلكي معاه. فبص، اهتم بالنقطه، ما تضغطش عليه خالص، عادي، ولا مش عايز ارجع
عكس ابراج قلت لك لو تفتكر او لو متابعني او بتتفرج على الحلقات، في ابراج لازم بطريقه مباشره، في ابراج بطريقه غير مباشره. بقى لا ما تبينش، لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم في النقطه دي. اوعى تقول انا هضغط، لا انا ما كنتش هضغط، انا هكلمه تبين له ان انت عايز لا، ده تقيل فيحب التقل. ليه؟ لان لو وثق فيك هيكب كل حاجه ليك انت، نادرا لما بيثق في حد. فمهم انك تبقى عارف يعني ذرات من النقط اللي هو بيضعف قصادها عشان تلعبوا بيها وتلعبوا صح وتنفذ صح. فاوعى تتردد في لحظه انك تكتب لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت عايز ان انا انفذه لك. انا هنا عشان خاطر اساعد حضرتك واوصلك اللي انت عايزه. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.